30 يوم صار يعرف ياكل البيض، صار يعرف ياكل البروكلي مثلا، صار يوقف على المعلف يعرف ياكل من المعلف، صار يوقف على المشربين. حاطط له انا عش، وشايفين انتم حاطط له خيطان بقلب العش. ليش؟ شو السبب؟ رح نحكي عن هذا الموضوع ان شاء الله بفيديوهات قادمه. السلام عليكم، نبدا بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم صلوا على النبي. اذكروا الله، لا اله الا الله، سيد محمد رسول الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله سنه خير عليكم وعلينا وجميع امه محمد يا رب العالمين. اليوم موضوعي هو تكمله للفيديو السابق، واللي ما شاف الفيديو السابق راح يكون رابط الفيديو بصندوق الوصف. مثل ما بتعرفوا انتم، انا حكيت بالفيديو السابق من وقت ما الانتاي تبلش بلف العش لحتى ما تضع اخر بيضة، كيف انا بتصرف معها وشو ممكن اقدم لها او كيف انا بتعامل معها. ولكن اليوم الفيديو هو بيحكي عن الانتاي عندي فقست، طلع فراخ، كيف بتعامل مع هاي الانتاي، كيف بتعامل مع الجوز ان كان ذكر ولا ان كان انتاي، امتى انا بفطم الفراخ، باي عمر. خليك معي وتابع الفيديو للنهايه، لا تكر من هذا الفيديو ولا ثانيه، لانه فيه معلومات قيمه ومعلومات مهمه، وخاصه انت كنت مبتدئ بتربيه طيور الكناري. طيب الانتايه عندي انا وضعت البيض 4-5 بيضات يلي كانوا. امتى بتفقس البيض او امتى ببلش تفقيس البيض؟ بالصيف بيختلف عن الشتاء. بالصيف مثل ما بتعرفوا انتم درجة الحرارة بتكون مرتفعة، يعني الدنيا شوب، فممكن يفقسوا قبل بوقت. اما بالنسبة للشتاء درجات الحرارة بتكون منخفضة، فممكن ياخذوا وقت اطول. يعني ممكن بالشتاء تتراوح بين ال 16 ل 18 يوم لتفقس البيض. اما بالنسبة للصيف ممكن بين ال 14 ل 16 يوم بتكون مفقسة البيض ان شاء الله تعالى. طيب بعد ما فقست البيض، خلينا نقول نحن صار عندي انا فرخ، اليوم عندي فقست اول بيضة، شو ممكن انا اقدم لهي الانتاي؟ كيف انا بتعامل مع هي الانتاي؟ اول شيء اخواني حبايبي، لما تفقس عندي الانتاي اول بيضة، وجب علي اخواني حبايبي ادعم الانتاي. مثلا بيض مسلوق، او ببرش بيض مع جزر، تمام، بدعمها بالباتي، بدعمها ببعض الخضروات والفواكه الموجودة عندك. ولكن ما فيني انا ادعمها كل يوم مثلا تفاح، او كل يوم خس، او كل يوم خيار، او كل يوم جزر. لازم نوع بين الكالسيوم، بين البروتين، بين المعادن، بين المكملات الغذائية. طيب اذا انا شفت الذكر مثلا صار يروح يخرب لها العش، او الذكر صار بده يكبس الانتاي، شو وجب علي يساوي؟ لازم دغري تعزل الذكر. تمام اخواني، ما عندك انت اي مشكلة. امتى برجع الذكر؟ برجع الذكر بس لحتى افطم الفراخ، ما برجع الذكر والفراخ موجودة عند الانتاي، ممكن يفوت يقتل الفراخ. تمام. طيب اما اذا كان ما في تشاجر بينات الذكر وبين الانتاي، ما في اي مشاكل نهائيا، والذكر عم يطعمي الفراخ، خلي الذكر مع الانتاي، ما عندك انت اي مشكلة. الذكر بصير بطعمي الانتاي وبصير بطعمي الفراخ. بالنسبة للانتاي عندي انا طلعة 4 فراخ مثلا او 5 فراخ او فرخين يلي كانوا، ما بقرب عليها وبحاول انا ما ضلي رايح جاي عم طلع على العش، لانه ممكن بعض الاناتي وخاصة البكاري ممكن كتر مراقبتك للانتاي تقتل الفراخ، تحضن الفراخ زيادة، فممكن لا سمح الله تقتل الفراخ. في كتير اسئلة بتجينا نحن. عندي الذكر لما صار عمر الفراخ مثلا تقريبا 10 ايام او 12 يوم، صار الذكر يغرد تغريد قوي، صار الذكر بده يروح يكبس الانتاي، شو بساوي بهالحالة هي؟ يفضل اخواني حبايبي تعزل الذكر عن الانتاي، ما تخلي الذكر معها. طيب في كمان ممكن تصير انت معك مشاكل منها، اذا كان الذكر رايح عم يقتل الفراخ، ممكن تشوفه انت مثلا بلش ينقر الفراخ، او بلش ينكتل العش مثلا، او بلش يقتل الانتاي، او يصير في مشاكل بيناتهم، بتعزل الذكر. طيب امتى انا بحط لها عش ثاني للانتاي؟ بس يكون عمر الفراخ عندك تقريبا بين ال 15 لل 20 يوم، بقدم لها عش ثاني.
تمام. يعني انا عندي العش الاساسي بهذا المكان، ما بيجي انا بمسك العش الاساسي هون وبغير له مكانه. مثلا بحط العش الجديد بهذا المكان والعش القديم بخليه بمكانه نفسه هو ذاته، لان الانتايه حترجع تلف بنفس العش القديم، ما رح ترجع تلف هي بالعش الجديد. ممكن تنقل الفراخ انت من العش القديم على العش الجديد. واذا انت عندك ذكر حنون وبطعمي ممكن تنقل او ممكن تعزل الفراخ مع الاب، والاب يبلش يطعمي الفراخ والانتايه حاضنه للبيض بالبطن الثاني. نحن عم نحكي طبعا بهي المرحله بس يصير عمر الفراخ عندك بين 15 وال20 يوم 25 يوم اخي الكريم، لازم تحط الفراخ انت قطعه بروكلي، قطعه بيضاء مسلوقه مثلا، قطعه خس، قطعه تفاح، بحيث يبلش الفرخ ينقر مثلا من البروكلي او ينقر مثلا من قطعة البيض، بحيث يعتمد على نفسه. لانه لما يكون عمر الفرخ مثلا 20 يوم او 25 يوم ما بيعرف ياكل من البذور من هذا المعلف يعني، فبيروح بياكل من الخضروات او من الفواكه اللي انت حاطط له اياها. طيب امتى انا بفطم الفراخ؟ بفطم الفراخ يوم اللي يكون عمرهم 35 يوم. تمام. ما تفطم الفرخ وقت يكون عمره 30 يوم، لانه ممكن لا سمح الله تفطمه انت من هون بعد يومين 3 ايام تطير الفرخ يمرض او يضعف ويطب يموت لا سمح الله، لانه ما عرف ياكل لحاله. فعمره 35 يوم صار يعرف ياكل البيض، صار يعرف ياكل البروكلي مثلا، صار يوقف على المعلف يعرف ياكل من المعلف، صار يوقف على المشربيه يشرب مي. تمام. فلما يكون تحت ال 35 يوم ما بنصحك نهائيا انا تفطم الفراخ. طبعا هون مثل ما انكم ملاحظين انتم كنت حاطط العازل البلاستيكي، شلت العازل البلاستيكي لحتى نحكي عن هذا الجوز ان شاء الله في فيديوهات قادمة. هي التجربة اللي عملتها مع هذا الجوز ممكن تفيدكم انتم اذا الله راد ان شاء الله تعالى. رح نحكي عن هذا الموضوع بفيديو قادم، تابعوا معي الفيديوهات خطوة بخطوة ولحظة بلحظة لحتى ان شاء الله تعالى تستفادوا 100%. وطبعا اللي متابعني بيعرف انا كنت حاطط هذا الجوز مثل ما انكم ملاحظين، هذا جوز الاغاط. تمام اخواني، عامل لهم عازل سلكي. تمام. ان شاء الله كمان نحن نحكي عن هذا الموضوع بفيديوهات قادمة. ومثل ما انكم ملاحظين حاطط لها انا عش، وشايفين انتم حاطط لها خيطان بقلب العش. ليش؟ شو السبب؟ رح نحكي عن هذا الموضوع ان شاء الله بفيديوهات قادمة. بدي منكم بس تتابعوا الفيديوهات بحذافيرها خطوة بخطوة لحتى ان شاء الله تستفادوا. لهون بيكون انتهى الفيديو. كان معكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.